الوطني الجزائري ونظيره الجنوب افريقي طبعا في سلسلة الفيفا سيريز تحضيرا للتصفية المونديالية. مشاهدينا الكرام، قلت بين المنتخب الوطني والمنتخب الجنوب افريقي لطالما كانت المباريات كبيرة وكبيرة وكبيرة جدا وتعد بالكثير. الجديد في المباريات بين المنتخبين هو أنه المواجهة الأولى بينهما على الأراضي الجزائرية، وإذا كان المنتخب الوطني لعب كثيرا في جنوب افريقيا سواء بملاقاة صاحب الأرض أو من خلال مشاركته في كأسي افريقيا 1996 و2013 وكذا كأس العالم 2010. طبعا فإن منتخب البافانا سيلعب لأول مرة في التاريخ في الجزائر على ملعب نيلسون مانديلا الذي يرمز لشخصية تاريخية للبلد نفسه. نمر مباشرة مشاهدينا الكرام للتشكيلة والتوليفة الأساسية. يكرم الضيف، فالبداية بمنتخب جنوب افريقيا في حراسة المرمى رونوان ويليامز على الجهة اليمنى في الميدان إلى الجهة اليمنى الآن، ثم الأرضية وإتنوري يتدخل ويبطل حمل الكرة. العودة للحارس ويليامز، هذا الأهداف مقابل 3. كرة في حياكة المنتخب الجنوب افريقي على الجهة اليمنى كيكانا، والعرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء. يا لها من تسديدة قوية جدا، ويا له من انذار شديد اللهجة من أوسوين أبوليس الذي سدد بكل ما يمتلكه من قوة، ولكن العارضة الأفقية نابت وصدت هنا في الكرة الماضية الصعبة لمنتخب جنوب افريقيا. ياسين إبراهيمي في منتصف الميدان من أجل رد الفعل، ماسك الكرة ياسين، ثقة كبيرة في النفس. تلك سماتهم وخطورتهم ولعبتهم المعروفة منتخب جنوب افريقيا. وواقف وليد يتابع المباراة بكل إصرار وكأنها على الجهة اليمنى. مايامبيلا يحاول المرور والتسديد، كرة بعيدة مرت وتحولت إلى ركلة مرمى. مباراة بدايتها صعبة بين المنتخب الوطني الجزائري ومنتخب جنوب افريقيا مع أفضلية جنوب افريقية. اليمنى يحاول المرور وهذا ياسين بنزية، ولكن التغطية الدفاعية كانت حاضرة. قولتانيس مباراة ودية ثانية بالنسبة له، وهو الذي لعب مباراة بشكل رائع. أسبقية لتيبوهو موكونا في منتصف الميدان. بغداد اليسرى، محمد أمين عمورة، تسديدة خطيرة يا بغداد. أوه يا بنجاح، لعبت دور المدافع في هذه الكرة ولم تكن مهاجما أمام تسديدة محمد أمين عمورة التي كادت أن تغالط الحارس ويليامز وكانت متجهة إلى المرمى. من بدأها ياسين دون فلسفة زائدة، حضر لعمورة يا بغداد، أراد أن يحولها إلى الشباك. من الأخيرة لم يعد ظهيرا أيسرا بل أصبح يصعد. تقي على الجهة اليمنى مايامبيلا، والعرضية خطيرة ولكنها بين أحضان. درب في الدوري الجزائري لكرة القدم، درب شبيبة اليمنى، حذاري من الخلل الموجود على الجناح اليمنى، وتسديدة قوية هنا ولكنها بين أحضان الحارس طبعا مصطفى زغبة. قلت في خلل على جهة اليسار أين يوجد إتنوري، لأن تقريبا كل انطلاقاتهم في بداية هذه المباراة هي من الجهة اليسار. انتهى سلبيا 0-0 بهدفين مقابل هدف واحد. هدف الوحيد للمنتخب الجزائري سجله طارق، وصولا إلى محمد أمين عمورة على اليسار. خطيرهم وسريعهم محمد أمين، واحد من أخطر العناصر في صفوف المنتخب الوطني الجزائري. جنوب افريقيا دائما تمشي الكرة بشكل سريع وخطير، والتغطية الدفاعية حاضرة هنا، ولكن قبل ذلك حكم المباراة التونسي أمين جدا في كأس افريقيا الماضية يستعد للتنفيذ بقوة، سدد هنا ولكنها تحولت إلى ماذا قال حكم المباراة؟ إلى ركلة مرمى. تسديدة تيبو موكونا بقوة كبيرة مرت على الحارس مصطفى زغبة الذي يجد نفسه أساسيا اليوم بعدما كان في المباراة الماضية الحارس ماندريا أساسي. محمد أمين عمورة مع صعود بنجاح وكذلك عيسى مندي، ولكن التغطية الدفاعية جاءت بشكل رائع على مستوى القائمة الأول والإبعاد في الميدان. العودة إلى الجهة اليسرى وبيريمو دييبا، تسديدة بعيدة مرت وتحولت إلى ركلة مرمى من قبل الرقم 6 أوبري موديبا. سدد بشكل مباشر هنا بالقدم اليسرى الظاهرة الأيسر
لليسرى محاولة التوزيع وبين أحضان الحارسين، التمريرة البينية باتجاه بنزية، فرصة وإمكانية، التسديدة 1-0 للمنتخب الوطني الجزائري. ركزوا استمتعوا، ركزوا واستمتعوا ما يفعله المبدع ياسين براهيمي، تمويهه، إبداعه، حسه، تمريراته ونظرته الثاقبة. قدم الكرة بتمريرة حاسمة باتجاه الخطير بنزية. سأحدثكم عن بنزية، أين كان بنزية؟ كيف عاد إلى المنتخب بنزية ووجد نفسه في تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري؟ بنزية اليوم يوقع الهدف الثاني له رفقة المنتخب الجزائري في مباراتين متتاليتين، والقادم أجمل، والقادم أجمل بالنسبة لبنزية وبالنسبة لإبراهيمي وبالنسبة لعمورة وبنجاح وكل عناصرنا الوطنية. افرح يا بيتكوفيتش. جهة اليمنى محاولة الانطلاق والمرور، طلبها في العمق محمد أمين عمورة، ولكن التغطية اللاعبين الكبار الذين لا يتأثرون. بينما كيطون على الجهة اليسرى يبدع فوق أرضية الميدان، آيت نوري مرة والعرضية حاضرة والتغطية الدفاع. يربح المساحة بغداد، ثم تمريرة بينية بعيدة نوعا ما يا بغداد على المقيا، الخروج بشكل رائع على الجهة اليسرى، وصلت خطيرة 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 والدفاع يتدخل في الشكل الرائع من قبل المدافع لمصلحة العناصر الجنوب افريقية. التحضير على الجهة اليمنى، فرصة خطيرة وهدف التعادل. هدف التعادل لمصلحة المنتخب الجنوب افريقي بواسطة اللاعب تيمبا الذي تمكن من معادلة النتيجة والكفة بعد خطأ في وسط الميدان، وكرة ضائعة كانت من ياسين براهيمي وتصفيقات بيتكوفيتش بهذا الشكل يشجع عناصره فوق أرضية الميدان، وكأن شيئا لم يحدث من أجل مواصلة العمل، من أجل مواصلة التألق في هذه المباراة والسعي طبعا لتسجيل أهداف أخرى في غفلة دفاعية. أمام قلت منتخب سريع وخطير ومميز أيضا. هنا استخلصت الكرة وهكذا جاء الهدف على الجهة اليمنى. فعلا كانت هنالك الاختلالات موجودة على الجانب الأيمن، وذلك استغله جيدا المهاجم الجنوب افريقي رقم 11 تيمبا الذي سجل هدف التعادل لمصلحة المنتخب الجنوب افريقي. هنا سقط من الاختلالات الدفاعية، فرصة وإمكانية تسديدة قوية في منتهى الروعة، في منتهى الروعة. هدف تيمبا زواني صراحة في اللقطة والكرة الماضية للمنتخب الجنوب افريقي. صراحة قلنا بأنه منتخب قوي وقلنا بأنه منتخب متمرس، سنستفيد منه كثيرا بشكل رائع. مر الخطير والسريع تيمبا زواني، مراوغ باليمنى وسدد باليسرى في سقف المرمى، معلنا عن تقدم منتخب جنوب افريقيا بالهدف الثاني. هكذا كانت التمريرة في العمق، مراوغة بشكل رائع امام مدني، التسديدة قوية وقوية 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 جدا، لا تصد ولا ترد، هذه في اصعب الزوايا بل في سقف المرمى. هدفان مقابل هدف واحد الآن لمصلحة منتخب جنوب افريقيا قبل دقائق قليلة عن نهاية الفصل الأول والشوط الأول من هذه المباراة. هدف ثاني ربما كشف الورشة المنتظرة للناخب الوطني بيتكوفيتش على مستوى داخل منطقة الجزاء. هذا قندوسي خطير يحضر صعبة للمنتخب الجزائري بواسطة قندوسي. التحضير، التسديدة قوية ولكن الحارس بلغة الأكاديمية والتسديدة القوية ولكنها مرات. وتطبيق الكرة السريعة بينما قطعت هذه فرصة بغداد وحده، فرصة لإبراهيمي في الشباك في الشباك في الشباك. الغزال الأسمر يعود لمعانقة الشباك من جديد، يعود للتألق من جديد بعد تمريرة حاسمة. ياسين إبراهيمي يسجل هذه المرة ويدون هدف التعادل للمنتخب الوطني الجزائري بشكل رائع ومميز في غفلة دفاعية جنوب افريقية يستغلها المنتخب الجزائري، ويجد إبراهيمي المساحة اللازمة للتسجيل
التسجيل بعد تمريرة حاسمة من قبل من قبل بنزية، يسجل ويحضر، والانطلاقة سريعة لإبراهيمي، فرصة وإمكانية أخرى. بغداد بنجاح وجه ثاني في الشوط الثاني، التوزيع من بنجاح مرت وتحولت إلى ركلة مرمى. بنزية مسجل وممرر حاسم. ياسين كبيرة، كرة على الجهة اليمنى، جنوب افريقيا، مرور سليم، تسديدة قوية، والهدف الثالث للمنتخب الجنوب افريقي في غفلة دفاعية جزائرية مرة أخرى. مر بالشكل سريع اللاعب الذي دخل منذ لحظات، إلياس موكوانا. لم يمر على دخوله سوى 3 دقائق يتمكن من تسجيل الهدف الثالث للمنتخب الجنوب افريقي، وسط احتجاجات العناصر الوطنية على حكم المباراة. على كل سنرى وسنتابع، لأنه الكرة لمست في لاعب منتخب جنوب افريقيا وغيرت اتجاهها، وهذاك اللاعب ربما كان متسلل. سنرى وسنتابع في الإعادة. عندنا هنا أنيس، شكرا لمخرجنا رضوان حاج أحمد. ها هي الكرة أمام كرة، يحاول المرور بشكل رائع بقرار. بنزية التي لا تحدث كل يوم، من الأهداف الرائعة والخيالية. كيف استقبلت الكرة وكيف استدارت وكيف لعبتها فوق حارس المرمى. بنزية الرائع، بنزية المميز، بنزية الخارق في هذه اللقطة بأكروباتية غير عادية في الشباك الجنوبي افريقية، تفرح الحناجر الجزائرية وتوقع 3 أهداف المنتخب الجزائري. كيف بدأت القصة؟ هنا استقبل، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على أقدام بنزية التي تكلمت إبداعا في الكرة الماضية ونطقت إبداعا وتميزا. ما أروعك يا ياسين، ما أبدعك يا ياسين،